ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. دايما معاكم جو من قناه كرش بو. حبايب عم كوكو، حبيبي يا جو، حبيبي يا كوكو، عشاننا كالعاده حبايب قلبنا. واليوم احنا جايين نثير الجدل لمطعم كان عامل قلق بالترافل مشروم لو تفتكروا، وكيرو قال لي احنا عايزين نجربه النهارده. احكي لنا يا باشا. النهارده معانا حميد او حامد حسب بقى. حميد تقريبا لان هو تقريباً دبل اي. حميد فاحنا جبناه وجبنا الحاجات اللي عنده نجربها ونقول لكم راينا ايه. يا مسهل يا رب. هو عنده بيعمل 4 اصناف ولا 5 تقريبا 4 اصناف او 5 اصناف. ويعني هات الحاجه. حضرت الاشياء دول بكام يا حبيبي؟ 700 جنيه اللي في الشنطه دي اللي مالهمش ميزان ولا حجم ب 700 جنيه. نفتحهم مع بعض. كلهم عايزين ايه؟ عايزين 5000 لايك وشويه فيديو في كل مكان. كل ما اشتركش في القناه وشويه الكلام اللهبل اللي انتوا عارفينه ده. خلينا بس مع الصدمه بتاعت ال 700 جنيه في الشنطه التعبانه دي. يا نهار ده 3/4 فاضي كمان. بصوا هو كده من عند صابعي كده. طلع يا باشا. يلا يا باشا. ده نص سندوتش. فين بقيته؟ هم عارفين ان احنا بنقسمهم بالنص ولا هو كده السندوتش كامل؟ انا اعرف ده هم حاطين ثانيه واحده بس. حاطين الورقه ومش معلمين. انا اسف بس هم دول 700 جنيه. اه الشارع اللي وراه على راي اسمها ايه الليبي دي ده ولا السندوتش. طيب بدايه موفقه ان شاء الله. هنظبط ولا حاجه دي ونرجع لكم. ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين ده اسمه جريفي مشروم ميت بولز، وفي لقمه عيش كده تحس ان هي حاجه باجيت كده، حاجه فرنسي، والمشروم والجبنه الامريكيه والميت بولز من جوه. ريحتها بصراحه جميله. ب 138 128 بس صغنون خالص. يلا بينا ندوق. يلا حلو قوي، كواليتي في السقف. فسيبونا نخلصه ونرجع نقيمه. طبعا واضح السعادة العارمة اللي احنا فيها. انت بتاكل لحمة بلدي اكنك انت اللي ذبح الذبيحة وفرم الفرمة، مع البصل الجميل اللي جوه اللحمة اللي كان واضح قوي، مع لقمة العيش اللي فيها سنة زبدة من فوق. وهمية بصراحة مع المشروم بالصوص بتاعه بصوص الجبنة. لا يعني شوف انا كنت الاول داخل ايه عايز اتصيد له الاسعار وبتاع، بس بصراحه ساندوتش ممتاز. كوكو مش هعلي، ده حاجه فوق. نعد. يلا 1 2 3. هو سعره مش غالي قوي بصراحه يعني. لا 128 حلو. بالظبط. على كميه اللحمه كمان في 4 كور لحم ما شاء الله، مع الجبنه والمشروم الفريش. برافو عليهم ويا رب نكمل في السعاده. ونخش بقى على اللي بعد كده يا جماعه. ده برجر بس لسه نونو خالص زي ما انتم شايفين، بزيت الترفل والمشروم. سعره 218، واكتشفنا ان هو دبل، بس انت ما فيش اوبشن انك تختاره سنجل يعني لو عايز. طيب هنا لينا واقفه. يعني الحجم ادي شايفين الصبعين دول، غالبا هو مش هيبان من وراهم صح كده؟ فده تهريج على 218 جنيه بس. يلا بينا ندوق. يلا الطعم يا جماعه ملوكي قوي 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 قوي. هنخلصه ونرجع. يعني العظمه لله وحده. بس انا لسه بقول للجو، ولا المطاعم العالميه زي ماك، برجر كينج، هارديز، كلهم قطع يغوروا في داهيه خلاص. مش القصد. ايام زمان ما كنا ناكل منهم. مفيش حد وصل للطعم ده. طيب في نقطه هنا. اكتبوا لنا في الكومنتات تحت، هو المطعم ده اسمه حامد ولا حميد؟ انا بقول حامد. وانا بقول حميد عشان في دبل اي HAMEED. تمام. عشان نبقى برضو على نور، عشان ما نبقاش بنضللكم. هو اسمه حامد يا حميد. اوكي. هو بيخاطب فئة معينة ونجح في انه يخاطبها. يعني السعر العالي ده انت بتاخد قصاده كواليتي، ولكن انا كنت عايز اخد قصاده كواليتي وحجم. بصراحة خدت الكواليتي بس انما الحجم لا، ولكن مبسوط تماما. صوص الترافل تحفة، صوص الجبنة الامريكية تحفة، لقمة العيش تحفة، قطعة اللحمة بالدهون اللي فيها وهمية. المشروم برضه ما زال جامد قوي. بالظبط. نعد. يلا بينا. 1 2 3. انا 10 من 10 برضه زي لا انا 9 علشان السعر والحجم.
ولكن فيديو مليء بالسعاده يعني. المقتدر لو الميزانيه تسمح هينبسط جدا جدا جدا. نفذ على طول، وهنجيب اللي بعد كده وان شاء الله نكمل في السعاده. ونخش بالمولود الجديد، لسه طفل برضه يعني، حرام تعملوا كده في الاطفال. زي ما انتم شايفين ده اسمه سبايسي اند كرانش، عباره عن قطعه فراخ وصوص سبايسي وصوص جبنه وخيار مخلل وحته خصايه. بس يا جماعه ايه الاحجام ب 171 جنيه؟ مظبوط الاحجام بتاعتهم يعني. بس قطعه الفراخ حلوه. ما هو هو هيجيب قطع فراخ اصغر من كده فين يا كوكو؟ ما هي اللقمه قد كده. يلا بينا ندوق. والى هنا لا احنا رجعنا 3 4 5 خطوات لورا. نمره واحد طبعا الحجم زي ما قلت لكم لا شيء يعني. احنا هو الساندوتش او النص اللي احنا بناكله ده قطمه ونص، ما يكملش قطمتين. الساندوتش مش سبايسي، مش كريسبي، وهو اسمه سبايسي اند كريسبي تقريبا. الجبنه الامريكيه هنا مش باينه. السعر 171 جنيه كتير. الفراخ فريش جدا، تتبيلتها قليله. لا يعني ساندوتش ساقط بالنسبه لي. كوكو انا هنا ما عجبنيش الخيار المخلل. الفراخ يعني حجمها صغير بس تخينه برضو، مش رفيعه. الجبنه برضو ما حسيتش بيها. السبايسي ضعيف خالص. لقمه العيش حلوه يعني. حبيت اللحوم اكتر. نبقى متفقين انا وانت ونعد 1 2 3 5 من 10 وانا 2 من 10 ونجيب اخر حاجه ونرجع لكم. ونخش بقى اللي بعد كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين ده اوريجينال تشيزي هوت دوج، عباره عن هوت دوج وجبنه وصوص مستردة. سعره 116 جنيه. يا رب الكواليتي تبقى عاليه في لقمه العيش اللي هي قلت لكم تحس انها بريوش بوتيتو بان حاجات، اي حاجه فرنسي وهي دي. يلا بينا ندوق. الهوت دوج الصراحه يا جماعه جامد جدا جدا جدا، وفي طعم تدخينه كده حلوه قوي. الجبنه حلوه بس ضعيفه، وجودها قليل مش كتير. ما حسيتش بطعم المستردة خالص. طيب انا بالنسبه لي هو عامل زي السوسيس اللي هو بنجيبه في البيت النظيف قوي اللي هو بتاع حلواني او ايا كان. هو طعمه سوسيس قوي قوي. ب 116. لا ما جيبوش تاني ولا حاجه من كل اللي فات دي هجيبها تاني عامه ايا كانت هي الجامده ازاي. بس الاسعار على الاحجام انا مش موافق عليها تماما. وده بقى سعر مع سوسيس يا جماعه. سوسيس هو حلو بس لا مش عجبني. بس ما جيبوش تاني. نعد. عجبني انا. يلا بينا. انا عجبني برضو. انت مصمم. 1 2 3. لا ممكن 9 من 10 عشان السعر. انا 7 من 10 علشان السعر. اوفر اول عم حميد او حامد. لو انت تيم حميد يبقى انت معايا، لو انت تيم حامد يبقى انت مع كيرو. اسعارك غاليه قوي قوي قوي. الكواليتي بتاعك عالي قوي قوي قوي. احجامك على اسعارك على الكواليتي لا قليله قوي يعني. لازم تكبر الحجم على السعر ده. مع الكواليتي دي لا تقدر تكبر الحجم، لان هامش الربح يعني الله اعلم مش هخش فيه. بس انت كده هامش الربح عالي شويه. ده رايي انا النهائي في مطعم حميد او حامد لو انت مع كيرو. كوكو هو زي ما جو قال الحاجه حلوه قوي قوي بس اسعارها غاليه شويتين واحجامها صغيره جدا. بس اللي هيروح هينبسط يعني. التقييمات القليله اللي احنا بنديها دي عشان مثلا السعر غالي مع الحجم قليل والحجم قليل، انما هتاكل هتنبسط. كل واحد بقى ومعدته. متفقين احنا الاثنين. نعد 1 2 3. 8.5 من 10. 7.5 من 10 وكيلو 8.5 من 10. ويا رب تكون. هو فين حامد ده يا باشا؟ ده ليه فروع كتير. طيب هنجيب الفروع ونرجع لكم. فتح في القاهره الجديده كلاود 9 مول، وفتح في مدينتي اوبن اير مول، وفتح في كايرو فيستيفال، وفتح ويست مارك مول، وفتح في مراسي. لا ده هو بيستهدف فعلا فئه معينه. هو جه عندنا غلط. احنا اللي رحنا له غلط. ايوه احنا جبناه غلطه يا جماعه يعني. الراجل عارف هو بيستهدف مين. فبرافو عليه لان هو مع الناس دي. طبعا الناس دي انا سامع ان بتجيب هو كده هيبقى بالنسبه لهم ببلاش. ازازه الميه بيجيبوها مش عارف ب 500 جنيه ولا ب 300 جنيه حاجه كده. مالناش دعوه بيهم يا مهي. وقيمنا المطعم ويا رب تكونوا استفدتوا. ولو عجبكم الفيديو ووصلتوا لغايه هنا عايزين ايه؟ عايزين 5000 لايك شباب ده في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو. سلام.